الأهلي بيتعادل مع سيراميكا 1-1 في الدوري المصري. نسبة الاستحواذ 71% للأهلي و29% لسيراميكا. مفروض كده لما تسمع نسبة الاستحواذ تقول إن الماتش ده خلص 4 أو 5-1 أو 4 أو 5-0، إنما يخلص 1-1 إزاي؟ إزاي بس كده؟ ما هو علامات استفهام كتير. ليه بقى؟ لأن أنت عندك محمد الشناوي. أقسم بالله إحنا ما عندنا جون يا باشا، انا بقسم لك بالله اللي واقف ده حرفيا ده مش جون، لان بص بقى كتير كده كتير، واحنا استحملنا كتير قوي 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 قوي. حرام، اقسم بالله اللي بيحصل ده حرام. لما يكون مجهود اللعيبه ده كلها يروح على الارض هجمه، ده مش هجمه، كورنر. يا راجل يا مؤمن، كورنر! انت بتعمل ايه؟ انت طالع مستني لما يحطها جون؟ احمد بيكم ده محمد هاني ماسكه لك كده. يعني انت لو عملت طلعت فوقيه وعملتها كده اهو مش هتخش جون. انت بتعمل ايه؟ انت طالع من بعده بتعمل كده بعد هو ما طلع؟ انت بتعمل ايه؟ يعني يا جماعه والله كده كتير. اقسم بالله احنا هيجي لنا كده الضغط والسكر والمراره وكله هيتفقع عندنا. اللي احنا بنشوفه ده حرام. ده كده بيفكرني بفكره، فاكر لما شريف اكرامي في اخر فتره بتاعته مع النادي الاهلي لما كان بقى يمسك الهوا الكره بقت تمسك تحت بيقفش فراخ؟ احنا كده وصلنا لنفس المرحله. والله والله ما عيب ان الكابتن شناوي يريح ويلعب مصطفى شوبير، والله ما عيب. مش مشكله يا باشا، اديله حتى مطوشه سهله. هو دلوقتي للاسف ما فيش مطوشه سهله في الدوري. اديله يا عم ماتش وماتش في الدوري. في افريقيا يا عم خلي الشناوي يقف قدام الزمالك، خلي الشناوي يقف قدام بيراميدز، خلي الشناوي يقف. انما باشا اديله، الراجل ده لازم يقعد يا جماعه. اقسم بالله حرام. إيه يا باشا، من اول الدوري كده لما يكون كل هجمه على النادي الاهلي بجون يبقى حرام. يبقى في كده في حاجه مش طبيعيه. لما اكون انا ماسك كره طول ال 90 دقيقه وهي هجمه واحده اللي تروح عليا بجون، يا جماعه ايه يا جماعه الكلام ده؟ لما يكون محمد بسام ان يطلع النهارده راجل المباراه، وكل ماتش النادي الاهلي بيلعبه دلوقتي راجل المباراه هو الجون بتاع المنافس، يبقى فيها علامه استفهام. الراجل النهارده محمد بسام مقارنه بالشناوي اللي عندنا، المفروض ان يعني الجون بتاع الاهلي، الجون بتاع حارس مصر الرقم واحد، النهارده الراجل شايل اكتر من 5 6 جوان. يا باشا شايل كرة من شادي حسين، شايل كرة من حسين الشحات، شايل شوطين من محمد هاني، شايل كتير قوي. ده انا لو قعدت اقول لك كتير كتير. معلول شايط، مش عارف مين شايط، كله داخل عمال يحط، والراجل عمال يجيب من هنا ومن هنا بيشيل اجوان، شايل اجوان. حتى ضربة الجزاء كان هيصدها. انت عندك مين؟ انت عندك ما شاء الله طالع بيعمل كده والكرة في الجون. يعني انت بتعمل ايه؟ سلو موشن مثلا. يا جماعة كده كتير والله، والله كده كتير. انا مش بأس عليه، بس احنا يعني صبرنا كتير وعمالين نشجع وعمالين نقول كابتن شناوي كابتن شناوي كابتن شناوي، انما اللي بيحصل ده والله كتير، والله العظيم كتير. وحرام حرام. عشان لما يكون في لعيبه بتلعب في 10 رجاله عمالين يلعبوا ويجري، ده معلول بقى عمال يجيب الكور من اللعيبه من هنا ومن هنا ومن هنا. الواد ناقص هو اللي يمسك الشنطه بتاعت الكور ويلف بيها هو على الاستاد كله عشان اللعبه تلعب ويجيبها لمحمد بسام. طب ايه الوضع يا جماعه؟ يعني الوضع اللي احنا بنشوفه ده ما ينفعش، ما ينفعش. طب يعني هقول لك ايه، ما يعني الراجل النهارده عمل كل حاجه الراجل. طب هو ينزل بقى هو يحط الاجوان كمان بالمره؟ يعني انا ماشي نخلص من حته الشناوي. النهارده احسن اتنين في الماتش كله عامه، ويعني محمد هاني، حسين الشحات. وحسين الشحات رقم واحد بصراحه، حسين الشحات ومحمد هاني الاتنين النهارده عملوا حته ماتش عالمي. اقسم بالله الاتنين دول 10 على 10. انا قلت لك قبل كده ان محمد هاني قدام ملوش حل، بس يكون معاه حد ورا يغطيه. حسين الشحات ما ينفعش يقعد يا جماعه. حسين الشحات النهارده بيمسك الكوره مش لاقي حد يديله، بيخش وياخدها، يخش وياخد ويشوط ويخش ويحط. النهارده حسين الشحات عمل كل حاجه في الكوره، خلى بصراحه للاهلي شكل. كان هيبقى نفس الشكل بتاع الماتش اللي فات، ما كناش شايفين حاجه الاهلي. احنا كان النهارده لولا حسين الشحات اللي بيلعب النهارده هو اللي خلى شكل للنادي الاهلي. تمام. اجي بقى للكوتش كولر. بص يا باشا، انت 10 على 10. لا يعني ايه كتير 10 على 10؟ هقول لك يا باشا انت 8 على 10. ليه؟ حرفيا انت نازل بتشكيله جامده قوي، تمام، جميله وزي الفل. وانا كنت اتمنى ان انت تلعب برونو سافيو شمال ومجدي قفشه تحت تحت المهاجمين او في الحته على الدايره عشان يخدم على الناس دي كلها. كلام جميل، وفعلا والشحات نزل وشد حسين. كلام جميل حلو قوي زي الفل. طيب ليه بقى التغييرات نتأخر فيها لحد الدقيقة 80
ما هو أنا برضه يعني بُص دي أكتر حاجة كلّنا قاعدين بنتفرّج إحنا هنتشل فيها. يعني أنا دلوقتي خسران 1-0، هل أنت مثلًا معاك دراعات وعارف إن أنت هتكسب مثلًا أو هتجيب التعادل؟ أو مثلًا أنت عارف إن النتيجة مثلًا قبلنا إن إن النتيجة هتخلص 1-1 أو إن أنت مثلًا هنكسب؟ ما هو إحنا برضه عايزين نفهم، يعني أنت معاك طول الشوط التاني وطالع الشوط الأولاني 1-0، 1-0 فيسا كده جه. طب ماشي، المفروض بقى أنا أنزل الشوط التاني أغيّر بقى. أنا ليه أول ما نزلت الشوط التاني يا عم معاك الدقيقة 50، الدقيقة 55 ليه ما قلبتش الماتش؟ انزل يا عم محمد يا شريف، انزل يا رأفت، انزل يا هنا، انزل يا هنا، أضبّط الدنيا وأنشّط الدنيا. ليه؟ ليه كل ماتش كده حضرتك؟ أنت ليه بتقعد الدقيقة حاجة و80 عقبال ما بتبدِّل؟ ليه؟ أصلًا عقبال ما اللاعب بينزل بيكون خلاص هو مش عقبال ما الكورة تيجي له أنت ظلمته، هو ما خدش وقت، وبعدين نازل عليه ضغط، هو نازل عايز ياخد الكورة ويعمل كل حاجة. عقبال أصلًا أنت اللاعب عقبال ما بيخش في الmood على طول بياخد له أكتر من 5 دقايق حضرتك أو 6 دقايق. إحنا كنا بنلعب وعارفين، ده أول كورة بتيجي لي باحس إن أنا لسه أكني أول مرة ألمسها، وعليّا ضغط وعليّا جمهور وعمالين وكله مستنيني إن أنا هامسك الكورة هاعمل بيها كل حاجة. ليه حضرتك كده؟ ما أنت معاك من الدقيقة 60، يا عم اعمل 3 تغييرات وخلّي تغييرين معاك كده احتياطي كده خلّيهم في محفظتك لحد ما تشوف الدنيا ترسى على إيه. كسبت ما فيش مشكلة الحمد لله، ما كسبتش يبقى يا باشا بالدقيقة بقى حاجة و70 اعمل التغييرين التانيين وخلّيها على الله. هتقول لي في حد اتصاب، يا عم اللي اتصاب يتصاب بقى، ما هي كده بايظة. ما اللي ضربه اللي أعور على عينه قال لك خربانة خربانة، اقلب بقى. أنت الله يرحمها الله يمسّيك بالخير مانويل الجوزيه كان بينزل بال3 والّا 4 هجوم يا باشا ويطلّع وائل جمعة قدّام ويطلّع الناس كلّها تهاجم. اللي إحنا شايفينه ده يا جماعة مش ما يصحّش والله، ده مش النادي الأهلي اللي إحنا بنتفرّج عليه. يعني اللعيبة تلعب ما فيش مشكلة. مش فاهم، أنا مش فاهم تغييرات تتأخّر ليه أنا مش فاهم. الجون ده مش جون، يعني ده مش جون اللي إحنا بنشوفه ده بصراحة. ده حرام اللي إحنا بنشوفه بنتفرّج عليه دوّة. النهارده طَب يعني تلاعب محمد شريف تقول عايزين نشوف شادي حسين، ينزل شادي حسين تقول عليه تلاقيه بَطّة بلدي، مش عارف بصراحة في إيه. تقول حسام حسن، تلاعب حسام حسن تقول ال3 عليهم بصراحة المفروض يركنوا هم ال3 ونلعب أحسن بكريم فؤاد مهاجم. حرفيًا شادي حسين النهارده مش عارف، يعني الكورة هو والجون المفروض يخلّصها مش عارف بيعمل إيه. تقيل، مش عارف يسلّم كورة، مش عارف في إيه، في حاجة غلط. محمد شريف النهارده برضه يعني الماتش اللي فات برضه كان سيء، كانت ييجي له الكورة قدّام الجون برضه مش عارف يخلّص. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين يا جماعة؟ يعني الراجل حتى لمّا بيعمل تشكيلة حلو، ننزل هو يجيبها جون، يعني ما هنعمل إيه طيب؟ ما بس عايزين يعني اللعيبة دي تقنعنا في إيه؟ في حاجة غلط، في حاجة مش تمام. باكون 71% استحواذ ويعني مش عارفين نخلّص كورة، في حاجة غلط. والراجل النهارده المُعلِّق قال لك اللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة. طب نرجع بقى من أول كده أكنك في مدرسة تفتح الكتاب كده ألف ب كده، نيجي نعلّمك إزاي تشوط على الجون، نيجي نعلّمك إزاي تحط بالhead، نيجي نعلّمك إزاي تسرق المدافع تاخده في ضهرك وتشوط على الجون أو تلم الجون. إيه يا جماعة في إيه؟ أُمّال أنتم بتاخدوا ملايين على إيه؟ ما إحنا بس عايزين نفهم أنتم بتاخدوا ملايين على إيه؟ ده كده كلمة رضا عبد العال بقى عنده حق إن اللعيبة ديّة ما تستاهلش الأرقام اللي هي بتاخدها ديّة. لا يا جماعة. لا يا جماعة إحنا عمّالين بقى نقول إحنا وإحنا الأهلي وإحنا وراكم وإحنا في ضهركم، بس إحنا كده عمّالين نضيّع نقطتين في نقطتين في نقطتين وأنت وراك قطر قشاش وراك. ده أنت وراك الزمالك مش هيرحمك، وراك بيراميدز برضه مش هيعتقك، وراك فيوتشر ال3 يا باشا أقسم بالله هيدوسوا على اللي هيشوفوه. ده ما يصدّقوا إن أنت تُقع، وأنت ما شاء الله عمّال تدّيهم فرصة ورا التانية، ما يصدّقوا. طَب الماتش الجاي مع بيراميدز بالمنظر ده هتعمل إيه بقى؟ أنا باقول لك بالمنظر ده إحنا هنتاكل، اللي إحنا شايفينه ده هنتاكل، وبالمنظر ده إحنا طول الدوري إحنا مش هنعرف نكسب فرقة، لإن الفرق خلاص كلّها عارفة إن إحنا عندنا زي طبعًا شريف إكرامي لمّا كنا بنقول عليه مش عايز أقولها، ما علينا عندنا محمد شناوي طبعًا بيدخّل أي تلاجة تخش عليه. أنت كده يا باشا الفرقة كلها تُقف لك دفاع وهي هجمة عويلة ذليلة ما لهاش 3 لازمة، يروحوا حاطينها وينام لك طول الماتش، والجون يقعد يصُد، يقعد يُقع، وأنت بقى يا تجيب جون تتعادل معاهم يا يخلص الماتش 1-0. النهارده كابتن أحمد سامي طمع في الماتش، حقه يا باشا، حقه الراجل طمع في الماتش لمّا آخر فرصة خلاص هي خلصت والكرة واخدينها و3 رايحين على الجون كان هيحطوها جون. راح الحكم صفّر، حقه يا باشا،
حقه، الراجل كان هيحط الجون التاني كان يطلع كسبان أحسن ما يطلع متعادل. كابتن أحمد سامي طمع في الماتش، وكالعادة أنت كده يا باشا بتطمع أي فريق هتلعبه، اللي أنا قُلته لك يا باشا مرة و2 ومليون، إن أنت بعد كده ما فيش فرقة في الدوري سهلة، كل الفرق صارفة ومكلفة، وأنت كمان لازم تصرف وتكلف عشان الوضع اللي إحنا فيه ده وضع مش مضبوط. ولو مشينا على الوضع اللي إحنا شايفينه ده، إن اللعيبة مش عارفة تخلّص، وجه عندنا كابتن محمد الشناوي على الوضع ده، إحنا كده ولا هناخد دوري ولا هناخد أي حاجة. أشوفكم دايمًا على خير، طوّلت عليكم، سلام.